يا رب انا مش قادر اجيب اكتر من كده، يا رب انا بذلت اللي انا اقدر اعمله النهارده، مش قادر اذاكر اكتر من كده الشهر ده، جبت اخري في المذاكره السنه دي. حاجه مع تعب خلاص. فمحدش يتخيل ان ممكن في يوم من الايام انا كده مرتاح بقى وخلاص متعشيه ومستقنيصه وانا زي الفل. لا يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. اتعب، هات اخرك، هات اخرك الفتره الجايه دي يا شباب. والله 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 العظيم اللي مش هيجيب اخره ويموت نفسه مش هيوصل لحاجه. حبيبي انت في سبق فيه 600,000، اللي بيطلع الاول ده بيطلع الاول ازاي؟ هو مش احسن منك على فكره، هو بس عنده الاستمراريه، عنده اللي ههو انا هوصل، يعني هوصل، مش اللي هو اذاكر 10 ساعات وتعب. لا يا حبيبي، انت بتذاكر في اليوم 15 ساعه، تنام وتصحى ابدا يوم جديد، خلاص خلصت. ال10 ساعات دول كانوا امبارح، ماشي. تعب النهارده كله هو بتاع النهارده، بتاع بكره يوم جديد، انسى خلاص. وما تعدش على نفسك ساعات مذاكره وتعب. ما تخليش اصلا دماغك تقنعك ان انت كويس وتكون كويس فيك، اللي هو انا فحت نفسي في المذاكره 15 ساعه النهارده، فبكره بقى اريح واسمع ماتش ليفربول وماتش مانشستر سيتي والاهلي عنده ماتش اسمعه. والله يا عم لو خلصت اللي عليك في 5 ساعات خير وبركه، لكن خلص اللي عليك. ازعل قوي لما حد لسه يبعت لي يقول لي يا دكتور ما بداتش. يا ابني انت عبيط، ما تبدا. هو يعني افضل وقت للبدايه امتى؟ دلوقتي. يعني افضل وقت راجع امتى؟ دلوقتي. افضل وقت الم اللي فات امتى؟ دلوقتي. فما تستعبطش، ما تستعبطش. انا بتضايق جدا 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 من اي حد يقول لي يا دكتور انا ما بداتش. انت تستاهل اللي جرالك ومش هتوصل لحاجه، ماشي. يعني انا بكره التحفيز مع الناس اللي هم ما عندهمش دم. يعني الشاطر اللي بيذاكر بس اقصر سيك او احفزه وازقه واوديه وهيروح ان شاء الله، لكن اللي واقف اصلا مكانه وعايزك تيجي تزقه ده استحاله يتزق. لو عربيه انت بتزقها لازم هي اصلا تكون بتتحرك، لكن عربيه جايب المارشديه او مثلا شادت فرامل اليد وواقفه مكانها والسواق دايس على الفرامل وانت بتزقها استحاله. فانت في ثانويه عامه وما بتذاكرش يبقى انت دايس على الفرامل، مهما نزق فيك انت مكانك. اتحرك، ابدا، حس على دمك. شوف ابوك صرف عليك قد ايه وتعبوا عشانك قد ايه، واللي حصل في السنه كلها من ضغط نفسي عليك وعلى اهلك قد ايه. فلو انت لسه ما بتذاكرش، مش ما بداتش، ده اللي ما بداش ده قصته قصه، لكن اللي بيذاكر حتى نص نص ده ما عندوش دم. انا بتكلم جد والعزيز عليه يزعل. اللي بيذاكر حتى نص نص وبيكروت المذاكره، بيسمع بس مثلا، مش بيذاكر او مش بيحل او مش بيتابع او ده ما عندوش دم اصلا. حبيبي بص وراك، شوف الدنيا صعبه ازاي حواليك. لازم تبقى انت بني ادم عايش في وسط اهلك، عارف اللي بيحصل حواليك عامل ازاي. مش ممكن انا مش عايز حد يبعت لي يا شباب يقول لي يا دكتور حفزني ما بداتش. يا عم روح حفز نفسك يا عم. يا عم انت شوف انت شغال ليه، انت بتذاكر ليه، عشان ايه، انت بتعمل ايه يعني. ما تبعتليش تقول لي حفزني ولا حمسني ولا نيلني. انت داس على الفرامل، هزقك ازاي، هحفزك ازاي اصلا. ابدا وذاكر واشتغل، ولما تبقى كويس ازقك عشان تبقى اشطر، عشان تبقى احسن. لكن واقف مكانك هزقك ازاي، انت صفر. مهما اديك انت صفار برضو، لازم انت تحط الواحد عشان لما نحط لك احنا صفار تبقى انت بتتقدم. لكن صفار 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 انت ما بتعملش حاجه. فحبيبي ما بداتش، ابدا. بادئ خليك احسن. بتذاكر 5 ذاكر 10 الفتره الجايه. فده النهارده يومك بدا ازاي بجد، النهارده يومك بدا ازاي، بادئ من ساعتين اصلا وخلص. كل الفتره الجايه كده. الكلام ده هيزعل والكلام ده مش تحفيزي، بس الكلام ده مهم جدا وواقعي. مش عايز اضللك ولا اقول لك انت كويس وانت حلو وابدا، لا انت زفت، انت زفت حبيبي. فوق فوق، انت راجل ثانويه عامه، انت راجل ثانويه عامه. اللي بتعمله ما ينفعش ابدا ابدا ابدا، سواء كنت ولد او بنت. وخروجات بقى وتيك توك وقرف، مش عايز اقول كلمه وحشه، قرف. ده قرف دي يعني اقل ما يمكن ان يقال، ماشي. بشوف ناس ثانويه عامه على تيك توك، انت بتهببي ايه؟ ده بتعمل كونتنت، ده بتعمل كونتنت، انت بتهببي ايه وانت بتهبب ايه؟ بشوف ولد ثانويه عامه مثلا بيعمل روتين اليوم في سنة. يا عم انت بتعمل ايه؟ ذاكر. بتصور ايه وبتمنتج ايه وفي فولورز بتوع ايه؟ ذاكر يا اسطى. انا كان عندي في ثالثه ثانوي على يوتيوب 80,000 مشترك، مع ذلك كنت ماسك تليفون حقير بزراير، ما كنتش بعمل اي حاجه ولا ببص على اي حاجه. فانت بتعمل ايه؟ كفايه بجد، انا مش قادر، يعني انا اصلا مش قادر اتكلم بس